السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل فيه التوابل عشان ان شاء الله تكفينا لشهر رمضان وتوفر علينا الوقت والمجهود. رحنا للعطار بتاعنا واشترينا منه شوية حاجات. جبنا الكريسبي، جبنا كمان الفلفل الابيض، جبنا كمان الكاري، جبنا بهارات مشكلة اهو، جبنا كمان البابريكا المدخنة، جبنا كمان الكركم والبصل البودر، جبنا كمان العدس الأصفر، جبنا الفول المدشوش عشان نعمل أحلى طعمية، والفول طبعا الفول المدمس هنعمله مع بعض إن شاء الله. جبنا كمان زر الورد، جبنا روزماري مجفف، جبنا كمان جوز الطيب والزنجبيل المطحون، جبنا كمان حبة البركة والعصفر عشان نعمل أحلى مخلل الليمون، جبنا كمان الكباب الصيني، وجبنا سمسم محمص وسمسم كده مش محمص، جبنا كمان الكزبرة الناشفة، جبنا كمان السماق، جبنا كمان ملح خشن، ودي الشطة المطحونة، وده ورق اللوري، جبنا كمان الكمون ان شاء الله هننقيه ونحمصه مع بعض، والفلفل الاسود. انا بحب اجيب البهارات بتاعتي جامعة وانقيها واحمصها واطحنها في البيت. جبنا كمان الهيل او الحبهان والمستكة، جبنا كمان القرفة العيدان، وده الخلنجان بس ما تغلطوش غلطتي وتجيبوه مطحون لانه كان هيكسر الكبة. جبنا كمان البابريكا العادية، جبنا كمان القرفة المطحونة والقرنفل برضو، جبنا كمان الملح. ان شاء الله كل الكمية دي هتنفعني شهر رمضان وغير شهر رمضان. التوابل اللي بتتبقى عندي انا بطحنها وبحطها في درج التلاجة. اول حاجة هنعملها ان شاء الله خلطة ال11 بهار، خلطة حلوة ومميزة وريحتها بتبقى حلوة في الاكل بصراحة، اذا كان طواجن ولا مشاوي بيبقى طعمها حلو وريحتها حلوة. ان شاء الله هنعملها بكل سهولة مع بعض. طاسة هحطها على النار، هاخد 50 جرام من الفلفل الاسود اهو بالشكل ده كده، وزنهم على الميزان 50 جرام من الفلفل الاسود، اهو 25 جرام من الكمون، 25 جرام من الكزبرة الناشفة، 2 حبة من جوز الطيب، وده الخلنجان يا ريت تطحنيه عند العطار عشان بيبقى ناشف قوي. احط كمان ورق اللوري، 20 جرام من القرفة، 20 جرام من الهيل، 20 جرام من زر الورد، 25 جرام من الكباب الصيني. طبعا الكباب الصيني بيبقى شكلها غير الفلفل الاسود خالص، بتبقى اكبر شوية. هحط كمان 10 جرام من الروزماري المجفف، هحط كمان 15 جرام من السماق. كمان السماق بيبقى حلو قوي يا جماعة مع البصل الاحمر، بيديله طعم ومزازة حلو. هنا حطيت بقى التوابل بتاعتي كلها على النار. هحط كمان قرنفل، واحط زنجبيل بس دول مطحونين بصراحة، انا جبتهم مطحونين. هقلبهم على النار وحمصهم كده، عايزة اشم ريحتهم. طبعا جوزة الطيب والقرفة العيدان والخلنجان انا هضربهم شوية في الهون علشان بصراحة ما يكسروليش الكبة لانهم ناشفين جدا.
اهو بالشكل ده كده. هحمصهم طبعا واشم ريحتهم كده، وهبدأ ان انا اضربهم في الكبة بتاعت الخلاط اهو. هنا ضفت لهم الزنجبيل. هبدأ بقى ان انا اطحنهم شوية بشوية، وتريحي برضو يا حبيبتي الخلاط بتاعك عشان ما يتحرقش اهو. هبدأ ان انا اطحن، وعشان يديني نتيجة زي اللي بره ويبقى ناعم معايا، انا هصفيهم بالمصفى اهو بالشكل ده. طبعا اللي هيطلع من الوصفة انا برضو مش هرميه، انا هطحنه تاني اهو. مش قادرة اقول لكم بقى على ريحتها، احلى وانضف، وبصي بقى احلى من اللي انت بتجيبيها 1000 مرة من عند العطار. شايفين شكلها ولا ريحتها؟ والله العظيم ريحتها ولا اروع اهو. هنا بقى كنت نقيت يا حبايبي الكمون، لازم انقيه كويس وبحمصه وهطحنه. هاخد برضو الكزبرة الناشفة هطحنها، هنقيها الاول وبعد كده اطحنها، احمصها واطحنها. هنا بقى برضو طحنت ورق اللوري والحبهان والسماق والكمون والكزبرة والشطة اهي. اول حاجة هنعملها بقى، دي ما بقدرش استغنى عنه، البرطمان ده، وهو برطمان الملح المبهر. هنحط فيه ملح عادي، ملح ابيض، هحط بقى شطة، هحط كمون، هحط كزبرة، شوية فلفل اسود اهو بالشكل ده كده. وهبدأ ان انا هقلبهم كلهم مع بعض اهو. ده لا غنى عنه في المطبخ بتاعنا. هبدأ هنا هعمل بقى بهارات اللحمة، بصل بودر، توم بودر، حبهان، ورق لوري، معلقة من السماق، معلقتين من فلفل اسود، كمون، كزبرة، قرفة، جنزبيل. وهحطهم في برطمان وهكتب عليهم عشان اعرف ان ده بهارات اللحمة اهو. هحط لهم كمان معلقتين من الملح عشان البهارات بتاعتي تفضل ريحتها حلوة ومتتكتلش معايا في البرطمان اهو. بهارات الفراخ برضو هحط لها قرفة وجنزبيل وبصل بودر وتوم بودر وشوية كمون، شوية فلفل اسود. طبعا البهارات عندك حبيبتي واللي انت حباه، وحابة النكهة بتاعته تكون قوية حطيه. طبعا البرطمانات دي بتقعد معاكي شهر وازيد، وبتنفعك برضو في اكلات كتير، طواجن، مشاوي. هنا برضو بقى هنحط بقى بهارات الكبسة، وهي عبارة عن كركم وكاري وبصل بودر، توم بودر، حبهان، ورق لوري، شوية فلفل اسود، كمون، والكركم والكاري طبعا عشان اللون الاصفر الحلو اللي احنا بنشوفه في الرز الاصفر او رز الكبسة اهو. هحطهم برضو في برطمان اهو بالشكل ده كده. وهحط لهم برضو معلقة من الملح، وهكتب عليهم كل واحد. عملنا حبيبتي اهو خلطة ال11 بهار، خلطة الفراخ، بهارات اللحمة، بهارات الكبسة، والملح المبهر. عملتيه في البيت بكل سهولة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سيبك في رعاية الله، وأقولك السلام عليكم.